عمرك سألت نفسك أنا ليه بفهم إنجليزي كويس جدا لكن مش بعرف أتكلم زي الناس اللي بسمعهم دول؟ ما أنا عايزة أتكلم زيهم. لو أنت فاهم إنجليزي كويس لكن أول ما بتيجي تتكلم بتقف، الفيديو ده مهم ليك، ضروري تشوفه للآخر. أول حاجة، المشكلة مش في القواعد ولا في مخزون الكلمات اللي عندك، أنت ممكن يكون قواعد كويس جدا وكمان الكلمات. أمال المشكلة في إيه؟ المشكلة إن أنت دايما متعود على الاستماع والقراءة لكن مش بتتدرب على السبيكنج، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا لو تعلم. طيب ايه الحل؟ الحل بسيط، ما تحفظش كلمة لوحدها، بل استخدم الكلمة دي في جملة كاملة واتكلم بصوت عالي even حتى لو هتتكلم غلط. المهم ان انت اصلا تتكلم اللغة اللي انت عايز تتعلمها، دي حاجة مهمة جدا. بدل ما تقول I learned this word انت ممكن تقول I learned this word today I'm using it now. وكذلك بناء على اي كلمة تانية انت عايز تحفظها، مهم جدا ان انت تعملها في جملة. الطلاقة هي مش بس حفظ، الطلاقة هي انك تتدرب اصلا على اللغة. بليز لو الفيديو عجبك وفرق معاك خليه يوصل لحد تاني، متابعني عشان